الأمر جد لا هزل فيه، سيذهب الجميع ولن يبقى أحد، فيكون ماذا؟ تنتهي الأمور؟ لا، الحق لا يضيع، الحق لا يضيع أبدا. إذا كنت صاحب حق فلا تحزن، ستأخذ حقك، إن لم يكن هنا في الدنيا فهناك، لأن الله عز وجل ينصب الموازين القسط ليوم القيامة، وتحصى الأعمال وتعاد الحقوق إلى أصحابها. لا يمكن، ولو كان مثقال ذرة، لو كان مثقال حبة من خردل لابد أن يؤتى بها وأن تعود الحقوق إلى أصحابها. الأمر هنا يسير، يؤخذ الحق منك بعد أن وضعت يدك عليه، لا بأس، لن تموت، في الله عوض. ولكن هناك ماذا تصنع؟ سيؤخذ من حسناتك ويحط على الأبعد إن فنيت حسناته من سيئات المظلوم الذي ظلمته، سيأخذ حسناته. يا رجل، إن العقل يقضي بأن الإنسان إذا أبغض أحدا فإنه لا يوصل إليه معروفا. الناس هكذا يصنعون، لا يوصلون المعروف إلى من يبغضون، ومع ذلك فقلة العقل في الدنيا تجعل المبغض يعطي من يبغضه حسناته، يغتابه مثلا، سيأخذ من حسناتك. هذه من حقوق العباد لا تنازل فيها أبدا. يعني لو أنك اغتبت مسلما ثم ظللت إلى يوم القيامة ومد الله في عمرك تستغفر، لن يغفر لك، لأنه من حقوق العباد، والتوبة من حقوق العباد بأن ترد الحقوق إلى أصحابها. فماذا تصنع ورطت نفسك؟ يوم القيامة يأخذ من حسنات. هل وجدت عاقلا قط يعطي من يبغضه ما يبخل به على ولده وعلى أمه وعلى أبيه؟ لأنك يوم القيامة تبخل بحسنة لا تعطيها أباك، وهو يمشي وراءك يقول يا بني أي أب كنت لك؟ فتقول خير أب. فيقول أريد منك اليوم حسنة، فتقول لا، إني أخاف اليوم مما منه تخاف. وأمك على عظيم حقها عليك لن تعطيها حسنة. وكذلك الولد مع أمه، أمه مع تضحيتها بروحها له يوم القيامة لا تعطيه حسنة، وأنت تبعثر حسناتك. لماذا؟ هل هذا عقل؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لتؤدين الحقوق إلى أصحابها يوم القيامة حتى يقاد، يعني يقتص، للشاة الجلحاء، يعني التي لا قرون لها، من الشاة القرناء كان لها قرنان في الدنيا فنطحتها. يبعثهم الله يوم القيامة ينشئ للجلحاء قرنين، ويأمر هذه الجلحاء التي صار لها قرنان بأن تقتص من التي نطحتها في الدنيا. شاة، حيوان غير مكلف، ولكنه العدل، فاخشى